مساء الخير، يا رب إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. هنا اليوم راح نسوي الشلغم ونخلي عليه تمر. عندي هنا تمر زهدي راح أغسله وأخليه فوقه. هنا راح أخليه بالجدر. هذول راح أغسلهم وأقطعهم وأخليهم بالجدر. راح نسوي شلغم أحمر بالتمر يعني. بس إن شاء الله لما أغسلهم ونقطعهم شوف شو راح يصير ويانا. هنا دا يفور المي عندي، وهنا غسلته وقشرته بهاي الطريقة من هاي ومن هاي. قشرته وفتحته، غسلته نظفته، غسلت التمر همينه. راح ابدي اضيفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ما يطول الفيديو راح اضيفهم وبعدين نضيف التمر. هنا ضفته راح اضيف التمر، ينطي نكهة تمر ولون يصير طيب. هو يصير تسووه سادة بلا تمر، واكو نضيف دبس. اللي متوفر عنده تمر يضيف تمر، واللي متوفر عنده دبس يضيف دبس، واللي ما عنده متوفر الدبس والتمر يسويه بس بمي يعني يصير همينه يصير. بس ان شاء الله راح اغطيه واتركه لحد ما يستوي ونشوفه شلون صار يعني. ويصير نسويه بالليل والصبح واحد ياكل منه، يعني نستوى بالليل ونطفيه لحد الصبح واحد يطلع وياكل منه. كلش طيب يصير ان شاء الله. لما يستوي نشوف شو راح يصير ويانا. هنا دا يفور ويانا. لما يبدي يفور انا الطباخ خليه على الوسط، وانا ما راح اضيف اضافات ثانية. هي بس التمر ضفته، اللي حاب يضيف اضافات ما اعرف، بس انا بس تمر راح اضيفه. هو راح ينطي النكهة واللون للشلغم. ولما يفور عندي راح ابدي انصيه ان شاء الله. لما يستوي نشوف شلون صار ويانا. وهنا كمل عندنا الشلغم وصار بهاي الطريقة. هاي التمر مالته واللون مالته. واللي حاب يضيف دبس يضيف، بس تمر يضيف دبس وتمر هم يضيف حتى يطلع بهذا اللون. أنا صار وياي بهذا الشكل. وهنا الشلغم صار ويانا بهاي الطريقة. راحوا مستوي ما شاء الله بسرعة مستوي وطيب. هنا هاي التمر اللي ضفته ويا الشلغم واستوى. شوفوا اللون شلون صار. اللي حاب يسوي سادة بدون لون يصير، واللي حاب يضيف له قلة دبس او تمر هم يصير. صار ويانا بهاي الطريقة. راحوا ما شاء الله يعني كلش صار حلو ويانا. وجربوها، وأكلة سهلة ولذيذة وأكلة شتوية هاي. ويا ربي إذا عجبكم الفيديو مالتنا لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. ومع ألف سلامة.